أحد رجال الأعمال المفرج عنهم من سجون الإمارات السرية، رفعت حداقة، أهلا وسهلا بك. في هذا الجزء الثالث والأخير حبيت نبدأ معك بموقف إنساني، ونحن ركزنا في الحقيقة في هاتين الحلقتين على البعد الإنساني لهذه القضية، ليعلم الليبيون مدى المأساة التي مررتم بها ولا زال يمر بها الستة المتبقين. ذكرت لي أن أحد المعتقلين الليبيين طلب شربة ماء، كيف تعاملوا معه؟ كيف استجابوا له؟ والله خبرني أحد الزملاء المفرج عنهم، يعني قال لي إنه هو طلب ماء، كان عطشان، فجابوا له ماء في حذاء وأجبروه إنه يشرب الماء من الحذاء. هو نفسه اللي عملوه معاملة يعني سيئة للغاية جدا، يعني إمعانا في الذل. نعم نعم، قالوا له أنت رجل أعمال وعامل نفسك محترم وكذا، اشرب في الحذاء يعني ناس. طيب لو سألتك عن الآثار النفسية التي خلفتها هذه الشهور العجاف عليكم. والله يا أخي، تتخيل أنت، شوف أطفال لما يتم اختطاف أبوهم من بينهم بهذه الطريقة البشعة الإجرامية، يعني تترك يعني آثار نفسية في كل الأسرة. وطبعا احنا قاعدين نحاول يعني نرجع للحياة الطبيعية. من الناحية الصحية طبعا أكيد الضرب هذا والتعذيب يتأثر، يعني آلام في المفاصل وآلام في الرقبة وآلام يعني في معظم أنحاء الجسم، لكن إن شاء الله رجعنا في الله سبحانه وتعالى نتحسن. نحكي عن كل الظروف. نعم. الإخوان. طيب الشيء الآخر، معلش، الآثار المادية، الشيء النفسي كان مؤذي جدا لنا بصراحة، مؤذي لي، إن الاستهتار والاستهزاء بالشعب الليبي وبثورة 17 فبراير. كانوا يقولوا لي ليش تديروا في الثورة؟ نعم. فكانت هذه يعني يركزوا عليها بطريقة بصراحة فيها إهانة واستهتار بالشعب الليبي، وكانت يعني مؤذية وكأنهم يريدون استمرار أنا حكم القذافي. في موضوع آخر أنا مهم يعني ما حكيت لكش عليه، إني أنا عرضوا علي، يعني حاولوا يجندوني، عرضوا علي أن أكون عميل لهم وأغروني بالمال وأغروني بمناصب سياسية، ولكني طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى رفضت. وقالوا لي أيضا، قالوا لي أنت توافق الكلام هذا بعد أسبوعين، بعد ما تأكدوا أني أنا ما عنديش أي ارتباطات سياسية وغيرها. قالوا لي لو أنت توافق تطلع الآن وترجع لبيتك. فطبعا أنا بالنسبة لي شعرت بإهانة كبيرة بهذا العرض يعني. وطبعا كأي إنسان يعني نعم عنده ذرة وطن نعم يرفض الشيء، فرفضت مباشرة يعني. نعم. الآثار المادية، أنتم رجال أعمال واستوطنتم يعني في الإمارات كأنها بلدكم. نعم. ما مصير شركاتكم وأعمالكم؟ والله جميعنا كل يعني يسبب لنا خسائر مادية كبيرة جدا، يعني يخربوا أعمالنا. يعني تخيل إحنا مقيمين، يعني أحكي لك أنا 12 سنة في الإمارات، بعض الإخوة مقيم أكثر من 20 سنة، يعني كل حياته وعمله وعلاقاته وشركة كلها في الإمارات. فلما فجأة يعني ينهوا كل شيء، يعني ترتب عليه خسائر كبيرة جدا يعني. وخاصة وأيضا الاختطاف المفاجئ وانقطاع عن العمل المفاجئ، يعني ترتب عليه خسارة يعني كبيرة يعني. نعم. طيب أسألك عن الستة الذين لا يزالون في الاعتقال، ما آخر المعلومات اليقينية المتوفرة لديكم عنهم؟ والله يا أخي عندنا معلومات يقينية ثابتة أنهم تعرضوا إلى تعذيب أبشع بكثير ما تعرض لنا نحن. وآثار التعذيب ما زالت موجودة على أجسامهم، ونعتقد يعني أن هذا هو سبب من الأسباب عدم الإفراج عنهم، يعني لأن العلامات فيهم واضحة يعني. أوضاعهم الصحية نعم سيء يعني عندنا معلومات أن أحدهم أسنانه كسرت، واحد أظافره تم خلعها، واثنين آخرين عندهم مشاكل كبيرة في الظهر، نسأل الله سبحانه وتعالى يعجل لهم الفرج والشفاء. ذوي الذين لا يزالون معتقلين، نعم. ما أحوالهم الآن؟ والله مساكين بصراحة، يعني أسسوا رابطة ضحايا التعذيب، الرابطة الليبية ضحايا التعذيب في سجون الإمارات، ومساكين يعني يسعوا بين المحامين وبين المؤسسات الحقوقية، ويحاولوا أن يعني يبذلوا جهدهم للتسريع بالإفراج عن. طيب كان لديك علاقات بمسؤولين في الإمارات، هل تواصل أحد منهم معك بعد الإفراج عنك؟ نعم تواصل معي بعضهم يعني. أيضا بعد يعني بدأت أتكلم وكذا، كانوا يقولوا لي أنت يعني يطلبوا مني أني أنا يعني خفف الظهور هذا وما في داعي لهذه الأشياء وكذا. فقلت لهم يعني احنا مستعدين نوقف كل شيء، يطلقوا لنا ابنائنا وعالجوا هالموضوع هذا، يعني يطوا هذا الصفحه يعني. فالاستمرار فيها يعني يسيء الامارات قبل ما يسيء لنا احنا يعني.
فنرجو منهم يعني أن كل الناس العقلاء في الإمارات يعني يتدخلوا للتعجيل بإفراج الإخوان. كيف ردوا عليك؟ والله هم طلبوا منا يعني نتمهل ونصبر، وهذا كلام طبعا صبرنا 10 شهور يعني. ما هي خطواتكم القادمة؟ والله احنا حاولنا 10 شهور نعالج هذه الأمور بهدوء وحكمة، وكنا نرجو أن يتم الإفراج عن باقي المواطنين الليبيين، لكن للأسف لما وصلنا إلى طريق مسدود بدأنا في حركنا الإعلامي وأيضا الحقوقي، تواصلنا مع العديد من المنظمات الحقوقية حول العالم، على رأسها منظمة هيومن رايتس ووتش وأمنستي انترناشونال والتضامن والرقيب، وبارك الله فيهم كلهم أصدروا يعني تقارير يعني تدين الإمارات. أيضا غير التقارير، ما الأشياء العملية؟ نحن رأينا قبل فترة الإمارات نالت مقعدا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. والله يا أخي ليبيا نفسها القذافي قبل الثورة بشهور نال هذا المنصب، فهذا لا يعني شيء يعني، لا يعني شيء أبدا يعني. هل سترفعون قضايا مثلا في دول ربما تستقبل قضايا من خارجها في نعم أوروبا؟ نعم لا شك يعني. احنا بدأنا في حملة إعلامية، ثم حملة حقوقية تعريف الناس بقضيتنا العادلة، وأيضا يعني الخطوة الجاية إن شاء الله هنقوم برفع قضايا في عدة دول. لكن لن تتراجعوا يعني عن موقفكم؟ ما دام الليبيين معتقلين مستحيل نتراجع يعني. أنا يعني لو أنا أعرف أنهم يعني يعني نالوا حقوقهم من محاكمة عادلة ما كنش نتكلم ولا حد يتكلم، لكن أنا من تجربتي عارف أن كل الإجراءات ظالمة حرم من كل حقوقهم، فكيف نقدر نسكت يعني؟ مواطنين ليبيين يعانوا يعني. طيب. وأنا بالمناسبة هذه خاطب كل المسؤولين في ليبيا وكل الشعب الليبي، أنت كلها مواقفة جادة يعني لإطلاق سراح أبنائهم. يعني إن كانوا هؤلاء ارتكبوا أي جرم أو خالفوا القانون يحاسبوا بشكل قانوني صحيح، أما بهذه الطريقة بصراحة هذه يعني لا يرضاها أحد يعني. طيب لو سألتك عن الجاسوس الإماراتي أو ما قيل أنه جاسوس في الحقيقة، نعم. الإماراتي في طرابلس واعتقل مؤخرا، وأعلن أنه اعتقل واسم الخماسي وسمح له بالاتصال بأهله، وهو نفسه تكلم وقال أنا أموري طيبة في ليبيا. كيف تفهم أنت كيف تقرأ هذه المفارقة؟ يعني أنتم اعتقلتم فترة طويلة ولم يسمح لكم بشيء ولم يخرج موضوعكم للإعلام ولم يصرحوا بهم، وهو خلال أيام وتواصل مع أهله وليبيا أعلنت عنه. والله يا أخي أنا سعيد جدا بهذه الخطوة الطيبة يعني، اللي هي أخوة يعني خطوة السماح له بالاتصال بأهله وأعطاء كل حقوقه والإعلان عنه، وأيضا في ظهر في مقطع فيديو يعني يطمن الجميع. نعم. فأنا بالمناسبة دي أشكر كل الإخوة المسؤولين في ليبيا يعني اللي قاموا بهذه الإجراءات، يلي رغم الظروف الصعبة اللي احنا فيها يعني نضع لبنة في أساس صحيح، لأن بناء الإنسان خاصة من تجربتي يعني المريرة والصعبة اللي مرت بها، الاهتمام بالإنسان وبحقوق الإنسان يعني قبل الاهتمام بالبنيان والعمران، هذه هي الحضارة الحقيقية يعني. نعم. طيب أنا أريد منك أن توجه رسائل سريعة، أولا للليبيين الذين عندما يتطلعون لا يتطلعون إلا إلى دبي، منبهرين بحضارة الحجر أنا أسميها دبي، ويتمنون بنغازي كدبي، طرابلس كدبي، ليبيا كالإمارات. ماذا تقول لهم بعد الذي رأيته في البلد الذي عشت فيه 12 عاما؟ أنا شخصيا كنت من أشد المعجبين بدبي والعمران اللي فيها وبالبنيان اللي فيها، لكن وأيضا قمت بعديد من الخطوات لإجراء توأمة بين دبي وبنغازي. نعم. وقمت بإجراء دورات لنقل تجربة دبي المميزة إلى ليبيا. لكن بعد التجربة اللي مريت بها هذه أؤكد أن زي ما ذكرت لك الاهتمام بالإنسان وبالحقوق الإنسان هي الأسس اللي يبني عليها دولة ناجحة متحضرة راقية. طيب الرسالة الثانية للشعب الإماراتي. الشعب الإماراتي نقولهم يعني زي ما قال الشيخ زايد الله يرحمه، إن التاريخ يسجل وإن العيون تنظر وإن العقول تميز. فهذا يعني أتمنى من الشعب الإماراتي ولشيوخ الإمارات وكل أهل الإمارات أن لا يقبلوا أن يسجل عليهم التاريخ يعني ذلك، وأن يعجلوا بمعالجة هذا الأمر وطوي هذه الصفحة المظلمة بين العلاقات اللي تربطنا بهم يعني. رسالة لذوي الضحايا
ذوي الضحايا الذين لا يزالون في المعتقل؟ والله إن شاء الله هو ابتلاء، ويعني هيمر إن شاء الله. أنا أبيات الشافعي كانت تهون علي: ولا تجزع لحوادث الدنيا، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وسمتك السماحة والسخاء. بإذن الله سبحانه وتعالى قريبا يفرج عنهم وهيرجعوا لأهلهم طيبين بإذن الله سبحانه وتعالى. رسالة أخرى إلى الدولة الليبية الرسمية، المسؤولين، وكذلك السفارة الليبية في الإمارات. للأسف يعني إحنا يعني منقسمين بين مؤتمر وبرلمان وحكومتين. بالنسبة للمؤتمر وحكومة الإنقاذ الوطني كان لهم موقف، ولكن موقف بصراحة بسيط. أتمنى منهم يكون يعني موقف أقوى من هذا ويعني بجدية أكبر. بالنسبة للبرلمان وحكومة الأزمة وحكومة متواجدة في طبرق، للأسف لم نسمع لهم، نسمع أنهم قاموا بأي شيء. أنا أرجو منهم يعني أن لا يسيسوا هذه القضية، وأن ينظروا إليها بشكل إنساني وحقوقي. هؤلاء المعتقلين في الإمارات مواطنين ليبيين، يعني حرموا من كل حقوقهم القانونية، فأتمنى منهم أن تكون لهم يعني وقفة جادة. السفارة الليبية في الإمارات، السفارة الليبية في الإمارات يعني أحكي لك أنا عن نفسي، لم يزوروني، لم يتصلوا بي، لم يعينوا محامي للدفاع عن نفسي. أيضا حتى بعد ما خرجنا ما اتصلش بي أحد، رغم العلاقة اللي تربطني بالسفير وبالنسقاش الموظفين هناك. يعني لم يتصلوا بي ولم يسألوا حتى عن ظروف اعتقالي ليستفيدوا منها في معالجة قضية باقي المعتقلين. طيب، رسالة للمجتمع الدولي الذي يتغاضى عن هذه الجريمة. طبعا واضح أن في كثير من الدول تقدم المصالح والعلاقات المادية والاقتصادية تخليت يعني تحاول لا تهتم بهذا الموضوع بشكل كبير. ولكن لا يخلو العالم، احنا مشينا لندن ومشينا بروكسل في الاتحاد الأوروبي وكذا، من ناس منصفين يريدون الحقيقة، ونحن وهؤلاء هم الذين يعني نتواصل معهم، ويعني نتوقع من يكون بوقفة جادة. نعم. الرسالة الأخيرة لمن اعتقلوكم وعذبوكم ومن خلفهم حكام الإمارات، ماذا تقول لهم؟ هذه الرسالة وجهتها لهم أنا عند باب الطائرة. عندما كنا داخلين باب الطائرة التفت عليهم معي زملائي قلت لهم والله التفت إليهم. نعم التفت إليهم قلت لهم والله العظيم وجعيني أنتم أكثر من وجعتني نفسي. الطريق اللي ماشيين فيها هتشيلكم في 60 داهية. فأنا أقول أيضا وأكرر أن هذه الطريق طريق الظلم، يعني هتكون يعني سبب في مهلكهم إن لم يعني يتوب إلى الله ويعالجوا هذه المظالم التي وقعت على الناس يعني. نعم. أترك لك نصف دقيقة إذا كان لديك كلمة أخيرة. والله أقول لهم أيضا نضيف يعني لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. نعم. أحد رجال الأعمال المفرج عنهم من سجون الإمارات السرية، رفعت حداقة، أشكرك شكرا جزيلا، ونتمنى أن نكون قد أوصلنا للمشاهدين جزء من هذه المأساة التي نتمنى أن تنتهي بالإفراج عن جميع المعتقلين الليبيين لتطوى هذه الصفحة إلى الأبد. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا.